تداول رواد مواقع التواصل حول العالم مقطع فيديو بلغات عديدة يظهر طائرا مذهلا تخرج منه النار ودخان بشكل عجيب في مشهد لا يصدق. وزعم عدد كبير من ناشري المقطع أن هذا الطائر هو المسؤول عن حرائق الغابات في أستراليا. الفيديو يظهر طائرا يمشي على الأرض وينبعث منه نار ودخان، تليها عدة مشاهد لغابات تحترق. انتشر الفيديو وحصل على عدد كبير من المشاهدات، وأثار العديد من التكهنات عما إذا كان الفيديو صحيح أم مفبرك. ولكن ما هذا الطائر؟ وهل بالفعل باستطاعته إخراج النيران من فمه؟ إنه طائر الحدأ الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بقتله حتى لو وجدته في الحرم، حيث يحرم الصيد وقتل الحيوانات. فقال: 5 من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأ والعقرب والفأر والكلب العقور. وفقا للخبراء لا يوجد طائر تنفث منه النار، وهذا الفيديو مركب وليس حقيقي. بالفعل هناك عدة طيور يمكنها نقل العيدان والأغصان المشتعلة عمدا من مكان إلى آخر فتساهم في توسيع الحرائق. أما فيما يخص أستراليا فهي معروفة بالتغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، إذ أن درجات الحرارة وصلت في بعض الأحيان إلى 50 درجة مئوية، ما يساهم في اندلاع الحرائق. إلا أن علماء أستراليين اكتشفوا مؤخرا أن طائر الحدأ قد يكون أكبر مسبب للحرائق التي لا تتوقف بها، حيث يتعمد الطائر نشر الحرائق عبر التقاطه النار المشتعلة في غصن صغير، ثم يطير به ليرميه في مكان آخر من البرية، صانعا بؤرة مشتعلة في أماكن جديدة. وبهذه الطريقة ينتشر الحريق أكثر في كل مكان، في ظل قيام عشرات الطيور بفعل الشيء ذاته. تعتبر الحدائق من أشهر الطيور الجارحة في العالم، وتصطاد فرائسها خلال النهار، وتفضل الحدائق العيش في المناطق الدافئة في العالم، لكن عادة ما تسكن في وسط الشجيرات والغابات والمستنقعات والمزارع المنخفضة، كما يمكن العثور عليها في الجبال أيضا، إذ أنها تتخذ من المرتفعات مراصد ونقاط مراقبة لترى منها ما تقتات به. تتسم الحدائق بطبيعتها الكسولة وبطء تعلمها، وهي من الطيور آكلة اللحوم، ونظامها الغذائي يعتمد على الفئران والجرذان والأرانب والحشرات والديدان. لذلك فكل ما ينبت على الأرض من أعشاب وأشجار يعيق رؤية الحدائق، ولهذا فهي تلجأ لإشعال الحرائق وإخراج فرائسها المتخفية التي تهرع للخروج من جحورها هربا من النيران، فتتمكن من اصطيادها بشكل أسهل وأسرع، كما يمكنها أن تقتات على الحيوانات التي تنفق أيضا. لم يتوقف طائر الحدائق على نقل الأغصان المشتعلة فقط، بل قام عدد من الباحثين بمراقبة تلك الطيور الماكرة التي تبين أنها تقوم أحيانا بإشعال النيران بنفسها، وذلك من خلال مناقيرها الحادة التي تقوم بحكة في سيقان الأشجار والأعشاب الجافة مسببة اشتعالها. ومن الجدير بالذكر أن الحرائق دمرت نحو 20 مليون فدان من الأراضي في أنحاء أستراليا العام الماضي، وأودت بحياة 25 شخص، كما دمرت آلاف المباني وحرمت بعض البلدات من الكهرباء، كما نفق نحو 500 مليون حيوان.